الخير بالهنا والرضا والسعاده وكل حاجه حلوه عليكم. وحشتوني جدا وبتوحشوني ولسه توحشوني. لا اعاقه لكل صاحب اراده. الموقف اللي انا هتكلم فيه بجد موقف ضايقني جدا جدا جدا، وحاسه ان الناس وانتوا ايه، سوري في الكلام اللي انا هقوله، بس الموقف ضايقني مش معقول. الناس انتوا ما عندكوش يعني الناس بجد، بعض الناس مبقاش عندهم ضمير. ليه؟ واحده جايه بتحكي لي بتقول لي انا يا رقيه تعرضت الموقف ما كانش ألذ حاجه. قلت لها ايه اللي حصل معاكي؟ قالت لي بصراحه ما كانش الموقف لذيذ. قلت لها لا قولي ما تخافيش. قالت لي وانا راكبه احنا عادي، انا قلت لكم اعتمدوا على نفسهم وسيبوا ولادهم. فهي نزلت لوحدها وقالت لي وانا راكبه التوك توك بقول لعمو حسابه كان 5 جنيه، يعني هو المكان كانت قريبه جدا فكان حسابه 5 جنيه. فبقول لعمو اتفضل يا عمو دي كام؟ قال لها دي 5 جنيه. قالت لي تمام يا عمو اتفضل شكرا جدا وخلاص. روحت البيت، تخيلوا فاجئت ان طلعت اصلا الفلوس اللي معاها دي كام. الراجل اللي خدها طلع واخد كام؟ تخيلوا كده معايا، طلع واخد 200 جنيه. ليه واخد 200 جنيه عشان توصلها؟ هو معلش انت يعني معلش سوري، هو انت بتستعملها ليه يا جماعه؟ ليه؟ يعني ايه؟ خلاص للدرجه دي اصلا؟ اوكي انا عارفه ان احنا يعني بس لازم تراعونا. وبعدين لما يوم ما تاخد 200 جنيه يا جماعه. وعايزه اقول الاهالي اللي بتنزلوا عيالهم ويسيبوهم لوحدهم اللي عندهم ظروف خاصه، قولي لبنتك انت معاكي كام، نازله معاكي كام، دي حبيبتي مثلا دي 5 جنيه، دي 10 جنيه، دي 100 جنيه. وانتوا يا بنات رتبوا الفلوس في يعني رتبوهم كده مع نفسكم. يعني مثلا ال20 وال10 بيتعلموا البلاستيك. ال20 عشان فيها يا جماعه رابعه خمسه وتانية تالتة فيها علامه يعني